لا، الانتقادات بالنسبة لوليد الركراكي أعتقد بأنها عادية ومنطقية. منتخب وصل نصف نهائي كأس العالم، صعب جدا أن الجماهير تقبل بأقل من ذلك. وبعدين أنا ما شفت كل مباريات المنتخب المغربي، ولكن يقولوا بأنه مردوده مش ولا بد، مش مشجع، مش محفز، مش متطور في كل مرة، يجد صعوبات في الفوز على منتخبات صغيرة، وبعدين كل مبارياته يلعبها في المغرب ومع ذلك يجد صعوبات في الفوز بها. وبعدين راح يوصل نهائيات كاس افريقيا مش مسلح، لاعبين تاعو مش مسلحين بمباريات لعبوها خارج الديار. هذا كلام كثير من المتتبعين في المغرب والكثير من المنتقدين لوليد الركراكي ولمردود المنتخب المغربي. اعتقد بأنه الامر عادي وطبيعي، لانه الجماهير دائما لما وصلتهم الدور نصف النهائي اكيد لن يقبلوا باقل من النهائي، فما بالك بنهائيات كاس افريقيا وتلعبها في بلد، شيء طبيعي. واعتقد بانه وليد الركراكي لحد الان مسير اموره كما ينبغي نسبيا، مع الضغوطات اللي عايشها مسيرها نسبيا كما ينبغي. مهم انه لم يخسر، لم يتعثر، ما زال يفوز 5 مباريات 5 انتصارات. ولكن اعتقد بانها انتقادات عاديه، انتقادات تخوف من جماهير مغربيه لمنتخبهم ان لا يفوز بكاس افريقيا المقبله.